يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. هو احنا ازاي وصلنا لكده؟ ان كل حاجة بتجيلي بقول ما عنديش وما فيش وما جاليش، ما كل حاجة جاية من خيره. وطبعا احنا عارفين بنتكلم على مين كويس، ونيجي في الاخر نقول عمره ما دخل بهدية وعمره ما جاب لي حاجة. ما هو جايب لي كل حاجة، بس انا اللي مش بحمد ربنا، او انا اللي بنكر الجميل. لكن كل حاجة موجودة حواليا، بغض النظر بقى هي ايه، ممكن تكون شنطة، بلوزة، لقمة، عيشة، حياة، بيت، أبواب، حيطان. ما كل ده عندي، وكل ده جاي منين؟ أكيد هو الأساس فيه. هدفع، هقول إن أنا بدفع، وهقول إن أنا بحط، وإن أنا بجيب، بس أكيد مش زيه. وطبعا إحنا بنتكلم على ناس معينة، بنتكلم عن اللي هي ما بتحمدش ربنا، أو مش شايفة الخير اللي في إيديها. هو احنا ازاي وصلنا لكده بجد؟ هو لازم يكون عندي براند، ولا لازم يكون عندي عدد، ولا لازم يكون عندي كمية؟ ما هو عندي وخلاص، ومقضية الغرض. ومفيش حد زي ما قلنا حاسس بحد. يعني معنى ان انا لو نزلت بالشنطة النهاردة وبكرة وبعده، حد واخد باله؟ لا، ياخد باله بس اللي هو معايا في الشغل مثلا، او ان انا مصاحبة على حد وبنزل معاها كل يوم. يمكن هما دول اللي ياخدوا بالهم. لكن تهيألي لو انا ست بيت ومش بنزل كتير، هتفرق ايه؟ طب انا في الاخر اقول يعني هي اللي بتشتغل تجيب، واللي ما بتشتغلش ما تجيبش؟ ولا دي تجيب ولا دي تجيب؟ ما خلينا نجيب واحدة اتنين تلاتة، اهو الوان وبس. مش مهم بقى الماركة، نجيب بس الالوان على حسب اللون اللبس بتاعنا، ولا حسب الخروجة بتاعتنا. يعني اجيبها سواريه، او اجيبها للمشاوير العادية، او اجيبها حتى للنادي، بس مش بكترهم على فكرة. وزي ما قلنا مفيش حد حاسس بحد، انا بس اللي حاسة ان ما عنديش وما فيش. ودايما اقول هي عندها، هي جابت، انا ما جبتش، انت ما جبتليش. طب وليه؟ ما احنا عارفين ان هو تعبان وشقيان وبيجيب لنا كل حاجة، بس احنا اللي عندنا نكران الجميل. هو احنا ليه وصلنا لكده فعلا؟ طب تعالوا نحسبها من ناحية تانية. لو انا طول النهار شغالة وشقيانة، وجي ابني ولا بنتي قالت لي انا ما عنديش وما فيش، بالعكس هم عندهم كتير برضو، شوفي شكلي هيبقى عامل ازاي. فاحنا عايزين نقسمها صح، نجيب على قد ما احنا عاوزين وما نجيبش بالزيادة، ومادام عندنا ما نكترش. وطبعا ما قلناش حاجة عن الشنط هنا خالص، ولا جبنا سيرتها. احنا بنتكلم على الحياة بتاعتنا عموما في كل حاجة، إذا كانت حاجات جوه الدولاب، أو حاجات في المفروشات، أو حاجات في الموبيليا، أو حتى في السجاد والحيطان. احنا بنتكلم على كل حاجة حوالينا. جبنا سيرة الشنط خالص، فلازم نحسبها صح، لأننا كلنا شقيانين. وأنا نفسي مرضاش إن أنا أطلع القرش بالطريقة دي. هتقولوا طب ما انت عندك كتير اهو. لو بصينا لهم كويس قوي هنلاقي هي دي الغلطة اللي كلنا بنقع فيها، ان كلنا بنقول ما عندناش، وكلنا بنقول ما شفناش، وبالتالي عمالين نكتر ونجيب ونزيد، وفي الاخر نقول ما عندناش. اهو حتى الغلطة دي موجودة عندي وعند كتير مننا. بس احنا نحاول نقسم حياتنا صح، نقسمها بالخير وبالبركة، مش بكتر الحاجات اللي عندنا، لان احنا بتقل علينا وعلى غيرنا، والدنيا مش مستاهلة كل ده. وفي الآخر هننسى الشنطة اللي جبناها أول مرة، ولا هننسى البلوزة اللي جبناها تاني مرة، وفي الآخر هنرجع ونقول عاوزين تاني، أصل احنا ما عندناش. طبعا زي ما قلنا عيالنا هيكتسبوا كل حاجة مننا، فياريت أنا كمان أصلح اللي عندي قبل ما أصلح طلبات العيال، وأقول لهم كفاياكوا كده، ما انتوا عندكوا كتير. ما أنا كمان لازم أخد بالي إن أنا كمان عندي كتير، مش بكتر الطلبات فعلا، علشان هو كمان اللي احنا عارفين مين هو، هو كمان ما عندهوش، او هو كمان شقيان عشان يجيب لنا ده، وبيحرم نفسه من كل حاجة. فخلي كلنا عندنا رحمة لنفسينا ولغيرنا. ويا رب يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة.